السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة مطبخ بنت خديجة. نقول لكم البنات صحة رمضانكم. يا ربي يعيد علينا بالخير والبركة ان شاء الله. كما راكم تشوفوا البنات راح نوري لكم النهار الاول تاعي تاع رمضان واش راح نطيب. يعني الوصفه اللي راح نديرها البنات راح ندير معكم روتين، مش حنطيب معكم وصفه تسمى حنوري لكم واش راح نطيب في داري. كما راكم تشوفوا البنات راح ندير معكم البنات الشوربه. راح ندير معكم البنات شوربه. غندير طل تاع اللحم تاع الغنمي، يعني راح ندير قيس 3 ايام البنات، يعني انا ماشي كل يوم نطيب الشوربه. راح ندير معكم الشوربه فريك البنات. كما راكم تشوفوا الخضره اللي راح نحطها فيها. راح ندير البنات طوماطيش كما راكم تشوفوا كورجات، فلفل حار وزروديه والبنات نعناع، وعندنا الحشيش. يعني ككل عائله جزائريه تاع نهار اليوم كامل نطيبوا يعني كيف يعني واحد ما يتغير على الاخر. كما راكم تشوفوا يعني كامل تعرفوا طيبوا كما على بالكم. راكم تشوفوا هذه هي وصفتنا نهار اليوم. كامل العائلات راح دير الشوربه، يعني كل واحد تنوع فيها. كاين اللي يدير الحريره، كاين اللي يدير فيرميسيل البنات، كاين اللي يدير شوربه فريك. يعني كل واحد واش عنده المقدور تاعو في دارو. هذا هو البنات الروتين تاعي اليومي. البنات راح ندير طاجين الحلوه. وليكم البنات راني وجدت اللحم تاعو، زدت البنات وجدت التفاح اللي نقيته. انا ديت البنات التفاح هذا البنات كما راكم تشوفوا. خيرت الحبات اللي هذوك اللي يكونوا صغار، خليت لهم هذاك العود تاعهم، يعني ما نحيتهمش باش نديرهم شباح في الطابله تاعي. كما راكم تشوفوا البنات راني درت العينه تاعي في الماء يعني باش تتنفخ شويه. نزيد البنات شريت لا فيونداشي. كما راكم تشوفوا البنات لا فيونداشي اللي ندير بها البوراك، يعني هذا البوراك راح نقسموه البنات على 2 مرات، مش راح نديرو كامل. زدت البنات الروتين تاعي اليوم البنات راح الفطور تاع قناه مطبخ بنت خديجه راح ندير لهم سردين بالحار البنات. كما راكم تشوفوا عندنا سلطات متنوعه البنات، كل واحد واش يدير في دارو. البنات نكمل نجوز نرحي ونحط كامل المقادير تاع الشوربه تاعي في الكوكوط اللي عندي، ونجوز نرحي الخضره اللي عندي ومن بعد نعاود نرجع لكم. كما راكم تشوفوا البنات انا عاود رجعت لكم. راح نوري لكم واش راح نحط البنات في الطنجره اللي عندي. راح نحط هذه لاكوكوط البنات اللي راح نحط فيها. كما راكم تشوفوا انا ندير الشوربه تاعي شويه تاع السمن. كما راكم تشوفوا راح نزيد عليها البنات، ندير عليها تقريبا 2 مغارف تاع الزيت، يعني للشوربه اللي راح نحطها اليوم. كما راكم تشوفوا البنات نخلو كامل هذوك الزيت البنات والسمن يذوبوا. نحط نجوز نحطوا البنات كما راكم تشوفوا. نحطوا اللحم اللي يكون عندنا فوق هذاك السمن والزيت البنات نحطوها. كما راكم تشوفوا البنات راني نوريكم يعني بشويه. خلي اللحم تاعك البنات يتقلى مليح. انا قلت لكم جيت البنات قيس القلب، يعني قلت لكم نطيب كل يوم شوربه، نطيب مده يعني 3 ايام كيف خلاص نعاود نطيب، يعني نعاود نطيب من جديد. كما راكم تشوفوا البنات الخضره اللي رحيناها البنات، الخضره اللي رحيناها كما راكم تشوفوا. رحيت الخضره زروديه والبنات درت كورجات ودرت طوماطيش تاع الحب اللي تكون عندك. كما راكم تشوفوا درت عليها الحشيش وزدت عليها البنات النعناع. نحطها مباشره في القبر تاعي، انا ما نديرش الخضره كما كاين يحطوها يعني حبه كامله بعد يعاودوا يرحيوها. يعني كل خطره كيفاش نطيب البنات. نكمل نخلط كما راكم تشوفوا، ونخلو المكونات تاعنا كامل يتقلاو هكذا. ومن بعد البنات نزيد على اللحم اللي حطيته، نحط عليه تقريبا 2 مغارف تاع طماطم مصبره. ومن بعد لا خصتني البنات تحبي تزيدي يعني اللي يحبوا لاصوص تاع الشوربه تاعهم تكون حمراء بزاف. يعني انا الخضره تاعي نحبها هكا البنات طايبه، يعني عفوا مرحيه. نكمل نخلط كامل المكونات. بالنسبه لي زيبيس البنات تاع الشوربه عندنا كما راكم تشوفوا عندنا البنات فلفل العكري، درت قيس 2 مغارف تاع القهوه البنات، يعني تقريبا مغرفه تاع العشاء اللي تكون ماشي معمره بزاف. نزيد عليها البنات فلفل الكحل
او فلفل اسود كيما تحبوا، والملح نديروا عليها البنات فلفل اسود كيما راكم تشوفوا، ونزيد عليها الملح. كاين اللي يحبوا يديروا الكركم، كل واحد واش يحب يدير. تما انا هذه الشوربه مش راح ندير فيها بزاف البنات لي زيبيس. نزيدوا عليها البنات غرفه كامله تاع ملح، غرفه كامله تاع اكل تاع ملح كما راكم تشوفوا. ونخلي المكونات تاعي نخلطهم مليح كما راكم تشوفوا، حتى البنات يروح لهم كامل هذيك الخضره كامل طيب مليح مع هذاك اللحم. ونعاود نرجع لكم من جهه واحده اخرى البنات. الشوربه تاعي راهي تتقلى. من جهه واحده اخرى راح ندير معكم البنات اللحم الحلو تاعي اللي نحطوا فيه الطرف تاع اللحم. يعني تحبوا ديروا تحبوا تستغناو عليه، يعني ماشي لازم، اختياري. نديروا تقريبا مغرفه ونص تاع السمن بهذا الشكل البنات. نديروا عليه كاس ونص تاع السكر. نديروا كلش يعني بارد فوق في بارد. كاس ونص تاع السكر كما راكم تشوفوا البنات. نزيد نص كاس، شوفوا البنات نص كاس. ونزيد عليه تقريبا 3 كيسان تاع الماء. قلت لكم ديروا كلش بارد في بارد. ديروا 3 كيسان حتى البنات حتى 4 كيسان. كي ينشف تزيدوا ديروا كاس شويه باش تجيكم شويه هذيك المرقه. البنات 3 كيسان حتى 4 كيسان. نزيدوا عليهم كما راكم تشوفوا فيها البنات الوصفه تاعنا. نديروا هذاك العود تاع القرفه، واللي تحب دير ديك نجمه الارض ديرها كيما تحبي. انا ندير فيها البنات عود تاع القرفه ونخليها طيب. كما راكم تشوفوا البنات الشوربه تاعي راهي تتقلى، يعني المكونات اللي حطيتهم تاع الشوربه راهم يتقلاو وانا راني نخلط فيهم بهذا الشكل. من بعد البنات كي طيب كامل اللحم اللي عندي نمرقو دائما بالماء سخون. ما نقدرش البنات نصور معكم الفيديوهات تاع رمضان كامل اللي حطيتهم على جال باش الفيديو تاعي يجي طويل. البنات راني نوريكم كامل الوصفات اللي طيبتهم اليوم جاهزين في طبق التقديم. كما راكم تشوفوا البنات راني نوريكم في الشوربه تاعي كيفاش راح نمرقها البنات. في الخضره تاعي درت حبه بصل كبيره يعني ريحتها في لاشوا. نتوما ثاني ما تنساوهاش باسكو انا ما ذكرتهاش في لي زانغريديون. انا درت حبه كبيره مع الخضره اللي ريحتها. وبالنسبه للحار البنات انا نفضل الحار والبنات القزبر الملحي. هذا القزبر الملحي نفضل نديرو مع الاخير مع الفلفل الحار اللي يكون عندي كما راكم تشوفوا. ونزيد عليه الفلفل الحار ونزيد عليه البنات كميه تاع الثوم مرحيه هذه في الاخير كي نروح نمرق الشوربه تاعي. شوفوا البنات هادو لي زانغريديون نفضل نحطهم في الاخير باش تبقى النكهه تاعهم. واللي تحب الطوماطيش يعني تكثر كيما تحب. شوفوا البنات دوكا نحط البنات الفريك اللي عندي نخلطها كما راكم تشوفون. نحط الفريك اللي عندي كامله ونخلطها كما راكم تشوفون. بعد نغلق لاكوكوط اللي عندي وتشوفوا الشوربه تاعي واجده. من جهه واحده اخرى نشوفوا اللحم الحلو تاعنا كما راكم تشوفوا مازال ما حطيتش فيه البنات الفاكهه تاعو، يعني غير اللحم راه يطيب. ومع التالي نديروا فيه كاس تاع المزهر. دوكا البنات كامل نخلي كامل الوصفات تاعي يطيبوا مع تشوفوهم واجدين في طبق التقديم. كما راكم تشوفوا البنات انا عاودت رجعت لكم حضرت معكم فطور اول رمضان لقناه مطبخ بنت خديجه. ان شاء الله يعجبكم الفطور تاعي اليوم البسيط المتواضع. هذه هي الشوربه البنات اللي حضرتها معكم كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. رافقتها البنات بالسردين بالحار، زدت عليها لي فخيت والبوراك ودرت اللحم الحلو والسلطه كما راكم تشوفوا. هذا هو الفطور تاعنا. ان شاء الله يعجبكم لا فيديو تاعنا اليوم. اللي عجبو لا فيديو ما ينساش ابوني قناه مطبخ بنت خديجه. ما ينسانيش بليجان. نشكر كامل متتبعي قناه مطبخ بنت خديجه من داخل وخارج الوطن. نقول لكم صحه فطوركم صحه صحوكم. الى فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.